طبعا ذكر كثير ودائما بيذكر عن ثنائي بينك وبين حسن البلام، كان دائما وفجأة انقطع هذا الثنائي وصارت في مشاكل ما احنا عارفين ايش قصتها. لا ما في مشاكل، الله لا يبي المشاكل ان شاء الله، بس انا يمكن ابتعدت شوي عن المنوعات وهم كملوا بالمنوعات. انا اشتغلت شغلي اللي هو بديت اعمل مسلسلات دراميه، فاشتغلت بالدراما يعني. حبيت تطلع شويه من الموضوع، بس انا حرجع مره ثانيه اقول لك ان في خلافات شديده وقعت بين الثنائي الكويتي الشهير داوود حسين وحسن البلام، وانا استضفته في برنامج لو وقال عاتب على داوود حسين. ايه انه اول شيء ان انت تغيرت كثير على كثير من اصحابك، وانك نكرت صداقتك معه في احدى البرامج. كان مستضيفك الفنان محمود سعد في احدى البرامج، وانت نكرت ان لك اصحاب رغم انه هو كان دائما وياك في كثير من الاشياء. لا ابدا ابدا ابدا. شوف انا خليني اقول لك، بالعكس انا في النهايه كل اللي اعمل معاهم كلهم اصدقائي وكلهم هذا، والفنان حسن البلام يعني ايضا له كل محبه وتقدير. يمكن بالفتره الاخيره مثل ما قلت شو اشتغلوا منوعات، ولكن اذا كان العتب بالنسبه انه والله في خلاف او في شيء من هالنوع، انا ما قمت اشوفهم مثل الاول بصراحه. يمكن انا شغلي الدراما اصبح شغلي دائما كله بالكويت، هم شغلهم كله يروحون يصورون بسوريا. الله يوفقهم. تتكلم عن الاصحاب، على الرفقه. لا على بينك انت، يعني لا يمكن يكون اثنين على طول يشتغلوا في برامج سوا وعلى طول مع بعض صبح وليل وبعدين فجاه لانهم ما يشتغلوا سوا ما يتكلموا. لا بالعكس، مو ما اشتغلنا مع بعض عشان ما نتكلم يعني. احنا بالعكس هو كان يروح يصور بسوريا وانا كنت اصور بالكويت. مو قصدي يعني يظل دائما لما كان بينكم كذا سيزون مع بعض في برامج يظل بينكم اكيد صداقه، صح ولا لا؟ دائما الفنان تنشا علاقه صداقه، معناها ان انتم ما تتكلموا الحين معناها في مشكله. انا بيني وبينك خليني اقول لك شيء، مو بس اذا كان بالنسبه الاخ حسن البلام يعني، لا والله بالعكس مجموعه كبيره من الفنانين. انا بالفتره الاخيره من حتى يمكن من بعد وفاه صديقي الفنان علي سلطان الله يرحمه، صديق عمري ل 30 سنه احنا اصدقاء مع بعض. من بعد وفاه صديقي انا اصبحت بيتوتي جدا، ولا اعمل لا لي شلل ولا اطلع ولا شيء، والكل عارف الان اني انا اخلص اللوكيشن ودايركت انا بالبيت مع اولادي. ليش انصدمت من الوسط الفني؟ ما تبغى ما انصدمت من الوسط الفني، ولكن حسيت انه يجب ان اعطي وقت اكثر لاسرتي، يجب ان اعطي وقت اكثر لزوجتي وعيالي. طيب وايش رايك في حسن البلام لما يكون جالس وياي يقول لي انا قلت له مرحبا وهو ما رد عليه السلام؟ لا بالعكس، مرحبا ما قال لي لا مرحبا ولا شيء، ما مر يمي وانا مريت، وفي النهايه الله يوفقه. بس في النهايه انا اقول لك يمكن في امور شخصيه قد تكون شغلات شخصيه بيني وبينه، انا ما احب اقولها للناس ولا شيء، ولكن في النهايه انا اتمنى لك الخير. ممكن نرجع نشوفكم اصحاب مره ثانيه؟ والله اذا الله سبحانه وتعالى كتب، واذا توفر العمل الجيد واللي ممكن من خلاله نقول شيء، ممكن الله تاخذ المبادره؟ ممكن تاخذ انت المبادره؟ والله انا بالنسبه لي انا لا صعب، انا ما اخذ المبادره. ليش؟ لسبب واحد، لاني انا اكبر منه بالسن، وبعدين لانه هو يعتبر الاخ الاصغر بالنسبه لي. والاخ الاصغر لو جاء وقال لاخوه ايش فيه، ممكن تتعاتبوا؟ ممكن نتعاتب. عندك استعداد انك تتعاتب وياه؟